عندك ملاريا يا وجيه، ما بدي اياك دايما بالفرشة، الفرشة بتحب المريض. كون متفائل وخلي معنوياتك عالية، ان شاء الله عن قريب بتشفى. نسرين، نعم. لاحظت انك عم تهتمي وتعتني فيه. هيدا واجبي، أنا عايشة من خيره بهالبيت. حنان، الملاريا بتضعف الجسم، حيكون كتير تعبان بهالكم يوم. شو بتوصيني يا حكيم؟ لازم تعرفي انت ونسرين انه في ادوية لازم ياخدها على الوقت. من كل بد حنكون واعيين. من كل قلبي بتمنى لك الشفاء يا وجيه، ان شاء الله ما بنعود مستشفى. إذا لازم له مستشفى لازم يروح. بدك تخلصي مني يا بنت؟ سلامة قلبك. بالوقت الحاضر ما في ضرورة للمستشفى، الشغل ممنوع وما تخليه ينزل على الحالة. ما رح خليه يطلع من البيت. هيدا المطلوب. خسارتي رح تكون كبيرة بدون شغل. تربح صحتك إلا إذا كنت ناوي تخاطر. اسمع من الحكيم، ما تكون عنيد. الأيام اللي بيوقف فيها الشغل ما بتتعوض. الصحة أتمن وأغلى، هي اللي ما بتتعوض. سكرت أمك، ما حدا سألك. تفضل حكيم. شكرا. تعي نسرين، كل شيء مكتوب على الأدوية. هيدا حبة 3 مرات بالنهار، الصبح والظهر والمساء بعد الأكل. هيدا حبة بعد العشاء، وهيدا ملعقة كبيرة قبل ما ينام. أنا ما بعرف أقرأ حكيم. هيدا حبة 3 مرات باليوم. هيدا حبة بعد العشاء، وهيدا ملعقة كبيرة قبل ما ينام. شكرا حكيم. عسلامة يا وجيه. خسارة يا نسرين، مع كل هالجمال لا بتقري ولا بتكتبي. خاطركم. مع السلامة. نسرين، نعم. حكي لي ظهرك. حاضر. لوين يا بنت؟ يا بنت، يا بنت رجعي كمل شغلك. ربيع، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. اشتقت لك كثير، اشتقت لك. وانا كمان اشتقت لك، اشتقت للكل. ماما وبابا كيفهم؟ بابا مريض، كثير مريض. مريض؟ صوتك مثل صوت البوم، كل أخبارك سودة ومزعجة. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة. خواجة مريض كتير؟ تعبان شوي، الحكيم منه خايف عليه. قل له بكره جاي يزوره. أهلا وسهلا. شنط بالحنطور مع رانيا ووسام. يلا زينة خلينا نمشي. وين رحتوا كمان؟ رحنا على جبال وزرنا القلعة، ما عجبتنا كتير، كلها حجار وعواميد والعسكر الفرنساوي عم بيتصور فيها. ايه بعرفها، ريح لها من شي 30 سنة، بس بوقتها كان العسكر التركي حواليها. ايام المدرسة ما كنت شوف صورتها الا بالكتاب. هالمرة تمشيت فيها ولمست حجارة بايدي. يعني كنتوا مبسوطين بهالمشوار؟ كتير. بتعرفي يا ماما، العسكر الفرنساوي أجمل بكتير من شباب الضيعة. هيدا الكلام ما له لزوم، بنت بنتك لازم تكون خجولة ومهذبة. ما سبيت حدا. على كل حال ما كان ناقصتك هالزيارة. ناقصني اشياء كتيرة،
أنا بهالعمر بعد ما لبست عقد ذهب ولا أساور ولا حلق. البابا مريض، مش وقت هالكلام هلأ. أنت تعودت على القلة، أنا مش ناوية أعيش مثلك. ليه ما بتكوني بنت طيبة يا رانيا؟ ليه ما بتكون أب كريم يا بيي؟ نسرين نعم. خدينا على الحمام. خليكي ارتاحي، مش قادرة تحملي حالك انت. بيك كتير تعبان، كان لازم تساعديها. عملتيها بنتك وبتحبيها أكتر مني، خليها هي تخدمه. ما تزعلي أمي، قاسي علينا كلنا وصعب تتغير. بنات عادة بيكونوا أنعم وأرق. فات لوين؟ رانيا رح تعيش متمردة كل حياتها. للأسف للأسف. بعدني مشتاق لك، ما لحقت شوفك مثل ما لازم. أول مرة بتغيب عني كل هالمدة، النهار كان كأنه سنة. أنا الدقيقة عندي كانت كأنها ساعة، كنت كل وقت عم فكر فيكي، بالي كان مشغول، كان كتير مشغول عليكي. أنا بكيت لغيابك، كنت عارفة رح تشتاق لي. غيمي سودا ومرقت. المهم هلا اني اشتقت لك والتقينا من جديد. اليوم التقينا واليوم ردت روحي إلي. معك بحس بالأمان، بغيابك كنت مثل المرمية، مثل المقطوعة من شجرة، كنت مثل المريضة. سلامتك. ولا مرة شفت عيونك حزينة هالقد؟ غصب عني، كنا صغار وربينا سوا، كبرنا سوا، هي كانت أول مرة بنفترق فيها. وآخر مرة. أنا مشتاق أشوف البسمة على الوجه، جمالك بيزيد وقت اللي بتبتسمي. كمان مشغول بالي عبيك وخايفة عليه. معك حق، اليوم شفته كتير مغير. عندي كلام كتير قوله. خلينا نقعد. قولي، عم اسمعك. وقع بالحقلة وجبنا له الحكيم، بس صحته عم تضعف كل يوم عن يوم. الحكيم كتير شاطر، بكرة بيتحسن على الأدوية عطاياها. هو زعلان لأنه مريض، والماما كتير زعلانة كمان. وأنت زعلانة عليه وعلى الماما؟ الماما ربتني وهو قبل إني أربى وعيش ببيته. اللي بيعجبني فيكي هالقلب الطيب يا نسرين. في حدا شافك جاي لعندي؟ ما بعتقد. ما تخلي رانيا تشوفك. أنا ما بخاف منها. أنا بخاف منها. طمني، لما بطلع من هون ما رح خلي حدا يشوفني. خليني أفتح لك الباب. حابب أسهر معك؟ البابا عم يوعى بكير وما عم بيقبل حدا غيري يغسله. في الماما وفي سناء وفي مازن. رفض الكل، قال ما بيرتاح إلا معي. طيب تصبح على خير. تصبح على خير. صار وقت الشغل، لشو قاعدة برا؟ عم فكر. اللي مثلك بشو بتفكر؟ لا عندك دين ولا عندك ولاد بدك تطعميهم، ساعة صارت 6. ما إلي جلادي، بعد شوي بشتغل. ليش طفلة؟ هلا إذا تأخرتي بشغلك رح تسمع 100 كلمة من الخواجة. مازن، نعم. ما لاحظت إنه الخواجة ما عاد يطلب مني خدمة؟ لاحظت. صار كل اعتماده على نسرين، كأني مش موجودة. أريح لك. على كل حال ما ناقصك شغل. صار لي سنين بهالبيت بخدمه، ليه تخلى عني؟ نسرين سقيني، نسرين جيبيلي الغدا، جيبيلي العشاء. ما عاد يطلب خدمة لا مني ولا من الست حنان. ما في شي بيزعل، يمكن بيعرف إنك عم تتعبي وعم بيخفف عنك. لأنه مريض وتعبان كان لازم يطلب من الست تحممه، مش من بنت صبية. وشو المانع؟ بنت عم بتحمم بيا. منه بيا. شيلي هالأفكار السوداء من راسك. صحيح منه بيا، بس الخواجة بيطلع قد جدة. فوتي على شغلك. أنا ما بحب الخسارة، كل مشاريعي واقفة،
صار لازم انزل على الشغل. الشغل بينطر. الخسارة ما بتنطر، والوقت له ثمن. الوقت حقه مصاري. شو نفع المصاري بدون الصحة؟ شمتاني فيي يا بنت؟ لا، خايفة. خايف يروح على الشغل وياخدك معي، هون اريح لك ما هيك؟ خايفة عليك. لو قادر تمشي مثل ما لازم روح على الشغل. كمان عم تتحديني؟ لا، لو قادر تروح على الشغل كنت تحممت وحدك. لو ماني عايزك كنت رميتك برا من زمان. ما تتعوقي باليخوت اليوم، روحي وارجعي بسرعة. صباح الخير. صباح الخير. كيف عم واجي؟ كل يوم أحسن من يومه. إذا جاي تزوريه تحمم وفات على غرفته يرتاح. ربيع موجود؟ مش موجود. وين راح؟ راح بدون ما يقول لي. صباح الخير مازن. يسعد صباحك. وين بقدر شوف ربيع؟ ما تواخذيني، لو بعرف كنت قلت لك. زينة، إذا بدك ربيع أنا بعرف وين بيكون. وين؟ ما زهقتي من هالشغل؟ هون وبالبيت وبالحقل. كيف قادرة تصبري على التعب؟ كل الناس بتشتغل. بس لما تغيب الشمس كل الناس بترتاح. أنا برتاح لما بشوفك، برتاح وبحس بالأمان. ما حسيت بالتعب إلا يوم اللي أنت تركت البيت. حظي إني أشوف بيروت. بيي ما عطانا هيدي الفرصة. حلوة؟ حلوة وبس. حياة تانية ما بتشبه حياتنا أبدا. مطاعم، أوتيلات، نوادي ليلية، ناس سهرانة، ناس لابسين حلو، بيسمعوا موسيقى وبيرقصوا كأنه ما عندهم هم أبدا. ما بيشتغلوا؟ بالنهار شغل وبالليل سهر. كلهم بيسهروا؟ الطبقة الغنية هي بس اللي بتسهر. غنية مثل بيك؟ لا، مثل نجيب وعائلته، طبقة راقية. بيي حارمنا من كل شيء وحارم حاله. بعد عندك شغل؟ لا، خلصت. شوقتني شوف بيروت. مصروف بيروت كتير كبير وغالي كتير. قد ايه يعني غالي كتير؟ يعني سهرة وحدة قد مصروفنا بالبيت على أسبوع. خوجة نجيب مجنون، أكيد كان عم بيدفع. منو مجنون أبدا. نجيب وعائلته بيحبوا الحياة. كيف قدر تحط ايدك بايدها وبعدها طالعه من الياخور ريحه البقر فايحه منها؟ هذا الكلام قاسي وجارح. المفروض انك تعتذري. المفروض تحافظ على مستواك، على مستواك وعلى قيمتك وقيمه عيلتك. قيمة الناس بأخلاقها. أنا مخجول من كلامك. بالإذن. رايح معه وتركني؟ انا تعودت عليك وجاي اشوفك. بدي وصل نسرين على البيت. وبركي حدا صدفك معها. منك شامم ريحتها؟ ريحتها واصله لهون. أنا بحترمها وبقدرها، وبقدر الأيام اللي ربينا فيها سوا. كمان انا وياك ربينا سوا. انا وصغيره كنت حبك وبعدني لهلا بحبك. انا جايه حتى تاخدني مشوار. حب يكون معك حدك على طول يا ربيع. إحنا رايحين على البيت. إذا بدك تفضلي معنا. بمشي معك، ما بيشرفني ابدا امشي معها. نسرين، نسرين، معك حق تزعلي. أنا مثلك مزعوج من كلامها. ما قالت شي جديد، من أنا وصغيرة سمعت كتير من هالكلام. ما بدها تمشي معنا هي حرة. أنا رايح معك. عيب، كنتوا معزومين على بيروت، بيا دفع كتير عليك وعلى رانيا، ما بدي يقولوا عنك قليل وفا. روح معها، أنا قادرة أشوفك بالبيت. بالشفا إن شاء الله. بالشفا والصحة والعافية.
كل الليل انا وسهام بسيرتك. زعلنا كتير لما عرفنا انك مريض. طبيعي نزعل، نحن وانتو صرنا عيلة وحدة، واللي بيصيبك بيصيبنا. فيكم البركة. قديش ساعة؟ 12:15. نسرين تأخرت ربع ساعة عن وقتها. الياخور بده شغل والبنت عم تتعب. الصبية اللي بعمرها ما بتعرف التعب. إذا هلا ما بدها تشتغل، أيمتى بتشتغل؟ معك حق، الواحد ما لازم يعطيهم وجه ولا يطول لهم الحبل، بيفلتوا. نسرين منا غريبة، نسرين بنتي ومن أهل البيت. هيدا بيتي أنا، وما حدا من أهل البيت إلا أولادي. انا من رايك مستحيل حب حدا مثل زينة ووسام. هيدا الشي طبيعي، ما في أعز من الولد على قلب أهله. تربية إلها حق، نسرين مثل ولادي وعزيزة على قلبي. هيدا الشي غلط. الغلط إذا كانت قلوب الناس من حجر. اكيد الست حنان ما بتقصدنا بهالكلام. تقصدكم بهالكلام وأنا سمعت منه كتير. تصوروا لو لملمت مع نسرين ولدين ثلاثة وبدها تعمل من هالبيت ملجأ أو ميتم وتربيهم على حسابي. مرتك معها حق، هيدا الشيء غلط. مرحبا. لا تأخرتي يا بنت. الشغل أخذ وقت. كذابة، دايما كنت تجي أبكر من هيك. قلبنا عندي شوي. وين التهيتي؟ بالشغل. خلص يا وجيه، إذا بدك شي منا إلا. تاني مرة إذا بتتأخري هيدي الدنيا رح شلك إياها، فهمتي؟ كيف حاسس حالك اليوم؟ بعد عندي القوة حتى أضربك إذا بتكذبي أو ما بتسمعي الكلمة. عنا ضيوف يا وجيه. روحي اعملي الزورات. تكرم. مقصوفة العمر، ما حدا بيعرف يعمل فنجان زورات مثلها. نحن صار لازم نروح، على سلامة إن شاء الله. شكرا على الزيارة. حنان وصلين على الباب. ليه ساكت؟ قول شي. ما عندي شي أقوله. بحب أسمع صوتك، ماشي حدي وكأني مش موجودة. عم أهلك شوي، أنا تعبت وبدي أرتاح. أنا معك وحدك وأنت بعالم تاني. لما كنا ببيروت كنت قريب مني أكتر، رقصنا، سهرنا، صبحنا وقضينا سوا أحلى أيام. بس سرعة نسيت. هيدا الكلام له معنى. شو قصدك؟ صار لازم أعزمك مرة تانية على بيروت حتى تكون معي لطيف وقريب مني أكتر. استأجرتوني ودفعتوا إقامتي ومصروفي حتى سليكي؟ فهمتني غلط. عم بتمنى ارجع اعيش مرة تانية هالأيام الحلوة اللي قضيناها سوا ببيروت. معي كموظف، موظف للسهر والرقص والسياحة والسباحة والتسلية. أتمنى أكون خدمتك كتير منيح. ما تظلمني ربيع، أنا بحبك ومغرومة فيك. بحب أكون معك، قريبة منك، قريبة من قلبك ومن جسمك ومن روحك. حلك تفهمني ربيع. أنا ندرت كل حياتي لإلك، قلبي مستحيل يكون لحدا غيرك. سوء تفاهم، أنا ما قصدت إني أجرحك. أغمرني ربيع، أغمرني وخدني لقلبك. كيف بابا؟ منيح، فات على غرفته يرتاح. ماما وين؟ عنده. وصلتها على البيت؟ إيه وصلتها. تأخرت. ما كانت مستعجلة، بقيت معها. في بعيونك حزن، بيظهر ما كنت مرتاح معها. صار في سوء تفاهم، اعتذرت ومشي الحال. عن شو اعتذرت؟
فكرت إنه المصاري اللي دفعوها عني ببيروت كانت إجرتي حتى سليها. اكيد لا، انت بتعجبها. قصة أكتر من إعجاب، حضنتني وغمرتني. حب من طرف واحد. كانت كتير عاطفية ورح تبكي. أنا ما حبيت أعمل أي ردة فعل. ربيع، نعم. لما غمرتك ضعفت؟ قالت إنها مغرومة وهذا الغرام عم بيعذبها، وأنا ما عرفت شو بدي جاوب. لازم شوف بيي واطمن عليه. من يوم اللي كنت صغيرة كان الصبر اللي عندك يخوفني. كنتي قادر تصبري على المر حتى يحلى. كبرتي وما شفت دمعة بعيونك. نفسي أعرف شو اللي خليك تبكي اليوم. اكيد بدون ما اعرف ليه. أنا بعرف ليه بكيتي. بكيتي لأنك عم تطلعي لفوق كتير وإجريكي بالوحل. زينب بنت متعلمة، بتقرا وبتكتب، حلوة ومن عائلة غنية، ما رح تقدري تنافسيها. كان بدها ربيع وربيع كان معك باليخور. أنا قلت لها وين بتلاقيه. ليه يا سناء؟ حتى ما تسرحي بخيالك وتركضي ورا سراب. اللي مثلي ومثلك لازم تكون قنوعة وترضى باللي هي فيه، حتى ما تعيش كل العمر بالندم والقهر والعذاب. ربيع عنده شرف وعنده كرامة وعنده كبرياء، وهيدي هي الصفات اللي بحبها فيه. تصوري ما كان مرتاح أبداً لأن دفعنا إقامته ببيروت. لو بيو كريم كان أخذ منه مصاري ورجعنا كل اللي صرفناه عليه. ما تكوني ربحتي جميلة. هو فهمني غلط، لكن اعتذر. شو قال لك؟ قال بعتذر. ما بكفي. غمرنا بعد وبقينا غمرين بعد أكتر من دقيقتين. هيدي أول مرة؟ هيدي أول مرة وأجمل إحساس. دقات قلبي صارت أسرع، كنت عم بسمعهم. تاني مرة إذا غمرك حاولي تسيطري على نفسك. ليه؟ كان شي حلو؟ بعرف، كل بنت لازم تسيطر على نفسها حتى ما يصير غلط قبل الزواج. فهمت قصدك. ما بدي تفهمي وبس، بدي تفهمي وتكوني حريصة وواعية. رح أكون حريصة وواعية حتى ما ياخدوه مني. تأخرت عليك؟ لا أبدا، كنت قاعد عم بتسلى. شو خلصتي شغلك؟ خلصت. شو عم تعمل؟ عم بقرا الأجنحة المتكسرة لجبران خليل جبران. ربيع، نعم. أنا بهالعمر فيي أتعلم القراية؟ إذا عندك الرغبة بتتعلمي تقري وتكتبي كمان. علمني. ناوي فعلا؟ ناوية، عم بحلم فك الحرف وامسك قلم بإيدي. أنا مستعد أعلمك. عم تحكي جد؟ إيه عم بحكي جد، وأنا كتير مبسوط إني رح صير أستاذك. أنا كتير ممنونة، بس ما بعرف كيف بدي أشكرك. أنا بعرف كيف. ربيع ربيع، لا يا ربيع. أنا أول مرة بحاول لأني بحبك كتير. وأنا بحبك كتير 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 بحبك. إذا اتنين بحبوا بعض من الطبيعي إن يبوسوا بعض. بيقولوا خطية. من وين سمعتي هالكلام؟ من الماما. الماما كتير متدينة. هي نبهتك؟ دايما بتنبهني. لو ما كانت متدينة كانت تركت بيي من زمان.
بطلت تحبني؟ هيدا سؤال بايخ. من اليوم رح يبلش أول درس بالقراية. إن شاء الله ما يكون ذهني تقيل. ما بعتقد أبدا. كيفك اليوم بابا؟ وين كنت؟ بالحقل. طمنا عنك. ما رح موت، رح ارجع ادير المزرعة والأراضي من جديد. لا انت ولا اختك رانيا رح تفيدوني بشي. اطلب مني وأنا مستعد إني فيدك. سمعتي يا حنان؟ ابنك قال بده يساعدني. سمعت. بشو قادر يساعدني؟ بيمسك الحسابات عنك. شغلة تنابل. أنا قادر دير المزرعة وأمسك الحسابات بذات اليوم. مستعد اخد عنك كل الشغل. انت تعبت كتير وصار لازم ترتاح. بتعرف قديش حق طن البطاطا هالسنة؟ لا. القمح؟ لا. شمندر السكري. كل عمرك كنت تخبي عنا الأسعار والأرباح، كيف بده يعرف؟ إذا ما بتعرفوا وطمعانين فيي ومش عجبتكن هالعيشة، كيف لو بتعرفوا؟ هذا يعني عم تربح كتير وحرمنا من العيشة الكريمة والمحترمة. ما بحب جواباتك يا بنت. عندي إحساس إنك مستعجلة حتى موت حتى تورثيني. بعيد الشر عنك. العمر الطويل يا بيي. ما في بنت بتحب تكون يتيمة وتنحرم من بيها. أنا بحبك كتير وأنت كمان لازم تحبني وتشوفني حلوة وجميلة ولابسة ومرتبة مثل زينة بنت نجيب. هودي عائلة أغبياء. تياب الحلوة ما بتتاكل، بس تعتق بيرموها. حفاظ قرشك بيحفظك، صرفه بيصرفك. مر علينا حرب سفر برلك، كل الناس جاعت إلا أنتو. لوين رايحة؟ راح أشوف إذا بده مني شي. مين؟ ربيع أو الخواجة وجيه؟ مش ربيع. العائلة عاملة اجتماع، اتركيهم لوحدهم. أنا من العيلة. إذا ما بتسمعي مني رح تتعذبي كتير بحياتك يا نسرين. وين كنتي يا بنت؟ كنت عم غير تياب الشغل. قربي شيليني من هون، بدي أخلقي من هالغرفة. اتركوني. نسرين بتعرف تساعدني، معود عليها. عمالك علي شوي إذا وقعت بقصف عمرك. منه طايق حدا غيره. لأنها حنونة عليه وبتحترمه. هي حنونة عليه وهو قاسي عليها. وقاسي علينا كمان، إلا إذا بدك إياه يعملها أحسن. كان لازم تكون مثل أختها، بس للأسف دايما حقد عليها كأنها عدوة لإلها. ألف ب ت ج ح خ د ث ر س زين. س سين. ش ض ض ط ظ عين غ ف قاف كاف ل م نون ه واو لمليف يه. صح؟ ايه صح. اكتبي الجيم. سين. شين.